اليوم على بركة الله تم الشروع في توزيع أول شريحة من عقود الامتياز الخاصة بالتسوية العقارية في إطار ملف المطابقة الفلاحية، وهذا بالنظر إلى جميع الجهود التي قدمها جميع الشركاء في هذا الملف وجميع العاملين وجميع المجموعات التي تأبت على عمل هذا اللجان على مستوى القاعدي سواء في البلديات أو على مستوى الولاية، وكذلك اللجنة الولاية التي ساهمت بشكل كثير في إنجاز هذه القرارات، وكذلك دراسة الملف الذي كان قيد التعقيدات الإدارية في السنوات الماضية، واليوم رأى النور بشكل واضح وجد، وهذا بفضل جميع الجهود والتي على رأسها جهود السيد الولي الذي أعطى كل التطمينات وكل الدعم لهذه اللجنة لتباشر عملها ولتعمل في جو هادئ ومحمية من جميع الجهات. اليوم تم توزيع 25 قرار امتياز فلاحي في إطار المطابقة الأرض الفلاحية، وهي خطوة أولى في انتظار أن نوزع أكثر من 169 قرار، وهي قيد الإنجاز إن شاء الله سيتم توزيعها في الأجال القادمة المقبلة. كذلك هناك العديد من الملفات على مستوى الدراسة، نذكر منها حوالي 200 ملف سيتم عرضها إن شاء الله في الأيام القادمة على مستوى اللجنة الولاية للبث فيها، ومن خلالها تمكين الفلاحين من الحصول على كل قراراتهم التي من شأنها أن تساعد الفلاحين في الاستقلال على مستوى أراضيهم، وهذا جديدا لكل قرارات السيد رئيس الجمهورية الذي أمر بتطمين الفلاحين وتوطينهم على مستوى كل مزارعهم لضمان السير الحسن للقطاع الفلاحي وكذلك ضمان الإنتاج الفلاحي في الوطن الحبيب. بهذه المناسبة قامت المصالح المحلية على رأسهم مديرية المصالح الفلاحية بتنظيم هذا الحفل من أجل توزيع قرارات التسوية الوضعية في إطار مطابقة الأراضي الفلاحية. هذه التسوية جاءت بعد تعليمات لمدها رئيس الجمهورية وبعد الحرص الشديد المحلي من طرف السيد ولي الولاية من أجل تسوية وضعية العقار الفلاحي ومنح الاستقرار للفلاح، كذلك من أجل الانخراط في البرامج اللي مسطرتها الدولة اللي تتعلق بالدعم والقرض إلى غير ذلك. اليوم هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية إن شاء الله اللي راح تكون هي إعداد عقود الامتياز، وين راح يكون فيه دفتر شروط ليتضمن حقوق وواجبات هذا الفلاحين اللي اليوم أعطينا لهم هذه القرارات الولائية. احنا إن شاء الله ماذا بينا الفلاحين بعد ما يمضيوا دفتر الشروط يحترموا البنود نتاع دفتر الشروط ويحاولوا أنهم يعسرنوا المستثمرات نتاعهم ويرفعوا الإنتاج من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي. وشكرا. مفتي بالقاسم، فلاح من بلدية عين بوش ولاية مبواقي، مستثمر في المجال الفلاحي، زراعة حبوب، بقول، تربية مواشي، أشجار مثمرة بما فيهم زيت، أشجار الزيتون. وإن كان عندنا قطعة أرض درناها في إطار التسوية. اليوم الحمد لله وين سلمنا السيد الوالي عقود قرارات الاستفادة من عقود الامتياز باش نوسعوا النشاط نتاعنا. لازمنا عقد الامتياز، الحمد لله اللي اسمه اليوم فرج علينا ربي بهذا العقود هذه باش نمشيو على الأقل نوسعوا في النشاط نتاعنا، نخدموا بأريحية مع البنوك ولا مع أي